الخبر اللي قلب السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت: الفيل الأزرق راجع من جديد. السيناريست أحمد مراد أعلن رسميا بأنه انتهى من كتابة الجزء الثالث، ودي كانت المفاجأة اللي استناها الجمهور بفارغ الصبر بعد النجاح الأسطوري للجزئين اللي فاتوا. لكن المفاجأة الأكبر كانت إعلان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن تحضيرات ضخمة للفيلم، ووعد الجمهور بأن الجزء الجديد هيكون بشكل مختلف وعالمي. ونشر صورة على الانستجرام جمعته بالمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد والمنتج أحمد بدوي، وكتب عليها: اجتماع مثمر مع المخرج الكبير مروان حامد والكاتب العزيز أحمد مراد وأخي العزيز المنتج أحمد بدوي. ترقبوا الفيل الأزرق 3 بشكل مختلف وعالمي. لو رجعنا شوية لورا هنلاقي إن الفيل الأزرق مش مجرد فيلم، ده من أنجح السلاسل السينمائية في مصر، وحقق أرقام قياسية في شباك التذاكر. الجزء الثاني لوحده بقى الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية وقت عرضه سنة 2019، وده خلى الجمهور بيطالب بجزء جديد من وقتها. الفيلم اللي مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق للكاتب أحمد مراد بيتميز بأجواء الغموض، الإثارة والتشويق النفسي، مع لمسات الرعب اللي بتخلي المشاهدين مشدودين من أول ثانية لآخر لحظة. وده مش غريب لأنه بيتولى إخراج الفيلم المبدع مروان حامد صاحب البصمة السينمائية الفريدة. انتوا بقى متحمسين للجزء الجديد؟